بصي بقى ركزي معايا. اول حاجه الولد صديق هتبقى تنتظر ولا انتظرت ولا انتظر ولا ينتظر؟ هو انا المفروض انا اللي اجاوب؟ ايوه يا ماما، ما انا اللي هجاوب، انا بكتب وتسكب وانا اروح امتحن بدالك؟ احنا كده اصلا يا ماما، يعني بنجيب درجات حلوه يعني وبننجح الحمد لله. ماما اول حاجه هتكون ينتظر. ماشي برافو عليكي. رقم 4 بقى، تعيش ايه في الغابه؟ تخيل كمان بالفتح مامي. إيه؟ عشان في فتحه وفي كسره وفي ضم وفي سكون. ماشي. النمورا ولا النمور ولا النمور ولا النموره؟ اجاوب انا يعني؟ ايوه يا ماما. طب وانتي؟ ما انا بقول لك خليك من التشكيل، انا اللي هخليك من التشكيل. لا انا خلينا بالي من التشكيل. ايوه انا بقول لك كده، يعني هتكون ايه يا ماما؟ بصي انا مش عارفه بس تقريبا هي بالضمه. تبقى هي ايوه على اساس ايه حضرتك اخترتيها بالضمه؟ يا ماما احساسات امي يا ماما، احساسات امي ماما دايما صح. واحنا نحل الهوم ورك باحساس الام؟ ايوه يا ماما، انت ماما ايه حاجه مثلا هتحصل وانت تقولي ايه انا حاسه ان دي حاجه هتحصل وتكون حاصله. فاحنا نحل الهوم ورك كده ايوه يا ماما. وندخل الامتحان كده تقولي احساس الام؟ ايوه مش انت هتقولي بقى مش احنا يا ماما بيدينا الشيء عشان ماما. الامتحان فيه. ماما. مش هما بيدينا الشيء عشان ماما. قبل الامتحان فيه. ماما انا بصي يبقى احنا بقى ايه بقى هتحلي معايا الشيت ده مش او انت تحليها مش هتفرق ونروح بقى. هو انا هدخل معاكي الامتحان؟ يا ماما كده اصلا اللي بدخل الشيت ده يا ماما اصلا. ايوه انت بقى جايبه الثقه دي منين ان احساس الام هعرف وبتكتبيها؟ بقى ايه بقى الحاجات دي الزهراء بقى عاملاها في الورق. انت قصدك على المراجعه، يعني انا احل معاكي المراجعه باحساس الام مش باللي انت درستيه. انت اللي هتحلي عشان هم بتاعته الحل بس انت هتحلي. يعني عشان ايه؟ يعني مامي مش لازم بقى تحلي خلاص. كملي يا نادين، كملي يعني انت هتنجحي باحساسي، كملي يعني ربنا يستر. احساسك طبعا يا ماما. طب كملي. الحاجات دي بقى يعني هحلها انا لوحدي يا ست. ده انت عامله معايا واجب. انا معاكي واجب على صفحتين لوحدي. يلا انا كده غلط. بصي بقى خلصتي مذاكره يا نوني؟ اه شطوره. استنى نشوف نادين اللي بتحلي بالاحساس الام دي بتعمل ايه. دلوقتي بيقول لي سوي مداخل الخط. لا كده ليه؟ حارب الجنود. الخط الايه تحت الجنود انا عاملاها. هتكون بقى ايه؟ قولي انت بقى. برضو وانا بقرا. ايوه انت احسن حاجه قلتيها ان انت بقره. اكتر حاجه صح قلتيها ان انت بقره. ولا اسمها بكره. بقرا. يعني بقره ولا بقرا؟ انا شايفه ان الاصح ان انت بقره. بقرا. ايوه بقرا. وانا حلو. حارب الجنود اللي تحت خط الجنود بدأها تبقى ايه؟ يعني ما مش يعني المفروض اعمل انا ايه دلوقتي؟ قولي اي حاجه خالص هتطلع صح. اي حاجه خالص تطلع صح؟ بس حاجه تبع الجنود والحاجات دي. الحاجات دي يعني. مكتوب ايه؟ يعني هو انت اصلا عايزه ايه؟ انا مش فاهمه، انت ما قلتيش اصلا انت عايزه ايه. بصي يا ماما هقول لك تاني. سوي ما تحته الخط. ايه مثلا ايه حارب الجنود دي ايه؟ اللي فيها خط الجنود. يعني اخليها مفرد ولا انا مش فاهمه؟ لا مش مفرد. انا مش عارفه، انا مش قايله احنا بس هي قايله اللي تحت الخط كده هتصحح. وريني كده. طب ما هو اللي بيحارب الجنود صححي فيها ايه؟ مش عارفه هي بصي ماما لا ماما هي بصي هي عامله ايه بصي. ولا ما هي الجنود دي جمع، يبقى هي بقى عايزه حارب الجندي جندي تقريبا. يبقى انت كده صح برضو. حارب لا يعني هي عايزه المفرد ولا الجمع؟ الجندي. ما كده صح يا ماما، انت كده صح. ليه برضو انا صح ليه؟ ما انا بقى ما خدتش بقى مني حاجه. هي حارب الجنود، انا مش عارفه ليه كده، كان المفروض بقى حاربين الجنود بس انت كده قلت صح. ما عليك. يلا سؤال تاني. الامهات انت بتقولي اي حاجه على فكره. ايوه صح يا ماما خلاص. الامهات رحمات. امال الامهات ايه؟ دي بقى انا مش عارفه فيها عشان الامهات المفروض تبقى مفتريات. ليه بقى؟ ايوه صح عشان انت تكتبي ايه؟ الامهات مفتريات. فين الشبشب؟ ايوه ده صح. طب مش نكتبها اهي. تكتبي ايه؟ مش كده يا بابا. انت لا انت كده بتهزري، ده مش هوم ورك. دوري على شبشب.
احلى شبشب احلى انت اول ما الشبشب يطلع هتعرفي تحلي على طول. حلي عادل بقى. خلاص يا ماما هنعرف نحل. شيب طب دي تبقى نسال عيال. ماما لا زورة. ايوه لا معلش انا عايزه اعرف بس انت بتروحي المدرسه تعملي ايه؟ ما انت عايزاني انا اللي احل لك. انا بروح اعمل ايه؟ انا بروح ان هي عشان مش ما بعرفش انا في البيت خالص. انت تروحي تهزري تضحكي مع اصحابك؟ بصي يا ماما انا بحب اروح المدرسه قوي عشان حاجتين بس. ايه هما بقى حبيبتي؟ مش اكتر يعني. بصي في مذاكره اصلا باخد اصلا دروس قول هايا عشان صحابي والعب معاهم. قولوا هايا. طب وبالنسبه للمذاكره؟ نروح كده المذاكره يعني بتروح فين؟ بس الصحاب ايه؟ ممكن مثلا نروح في حته فمش هنعرف نجيبهم كده. طب ما انت مش عارفه تحلي الهوم ورك. مش هنعرف نجيبها تاني بس تقعد تشرحها لنا ولا نعرف نحلها تاني. مش يعني في حاجات ممكن نعرف نعملها في حاجات لا يعني. بصي يا ماما على لاحظت حاجه ان الامهات رحمات فيها تنوين بالكسره من تحت بس المفروض بقى احطها من فوق. ده التصويب يعني؟ لا ده احساسك ولا ده اللي انت لا فاهماه؟ ده حقيقه. لا المدرسه بقى بجد ده مش احساس. اوكي تبقى طيب. كده الامهات ماشي راحي هنحط كده التنوين من فوق. ممكن سلمت المدير على الفائزين. سلمت دي المفروض بصي يا ماما سلمت. انت بتشرحي لي انا دي حبيبتي، انت عارفه تحلي حلي يعني. انا مش محتاجه تشرحي لي والله. الحمد لله انا خلصت دراسه وخلصت الجامعه وكل حاجه زي الفل. انا بقول لك معلومه ليا يعني؟ لا ايوه معلومه كده لا انا تمام، انا مش محتاجه هو معلومه. منهجنا غير منهج. طب انت بتزودي معلومات يعني؟ كم منهجنا حاجه وانت كم منهج واحد. اه سلمت المدير على الفائزين. سلمت دي هتكون ايه؟ ايه مؤنث؟ ايه يا ماما سلمت دي هو عاملها مؤنث. ايوه صح مؤنث. فده الغلط يعني. هنقول بقى ايوه ده غلط. هنقول بقى ايه؟ ايه؟ هكون مذكر يا ماما. ايوه ماشي ماشي. كده ايه بقى؟ سلم. سلم مش سلم. سلبي سلم. انت مش عايزه تعملي زي الليمبي زلم. سلم المدير على الفائزين. برافو عليك. طب احنا صح نسينا سؤال هنا. اه الناسرين. النسران اول اسمهم النسران. النسرين. انت العربي عندك ضايع. ها بصي بقى جارحات جارحين ولا جارحون ولا جارحان؟ ايه والله انت اللي جرحاني. ده بقى يا ماما ايه اجاوب انا برضو؟ خلاص يا ماما مش مشكله. جارحان يا ماما. طب معلش عارفه انا غبيه معلش. يو بقى معلش استحمليني معلش. ستي بقى استحمليني ماشي. يعني احنا بعلمهم في المدرسه اجي بقى انا كمان معلش انا اسفه تعبت حضرتك. طيب احنا كده خلاص ولا ايه؟ كده خلاص. عملنا ايه؟ خلصنا خلصنا مش طالبه حد يوجع راسنا. بطلنا اللي بيعطلنا. يا جماعه انتوا عارفين يا جماعه اللي بيعطلنا عن المذاكره؟ لا اللي بيعطلنا لا نقولها ازاي؟ اللي بيعطلنا عن المذاكره. لا مش عن المذاكره. لا المذاكره بتعطلنا عن ايه؟ المذاكره بتعطلنا عن ايه؟ على النوم دي اول حاجه وعلى الخروج وعلى السهر وعلى كل الكلام. يعني المذاكره بتعمل كل الحاجات اللي يعني السهر يا جدعان جدعان مين الجدعان؟ مين عارف؟ كلهم. السهر ماشي والخروج ده مش بيتعوض كتير. لا انت كده بتقولي معلومات غلط خالص. انت كده بتبوظي الدراسه دماغنا. دي يا جدعان ايه على طول يعني ايه هي على طول السنه كده. لا قوتي انا حاجه على طول الدراسه طول السنه يعني ما كانش فيه اجازه وما كانش فيه سفر ولعب ونادي. ما كانش فيه اي حاجه 6 شهور يا ماما. بس انت يعني سافرنا في يوم ماشي. سافرنا في يوم سفرتين مثلا سافرنا مثلا وخرجنا شويه. لا بس لا 6 شهور خروجات لا وسفريات عادي يعني. بس المدرسه اكتر من الاجازه. بصي يا دين انا مش هقول حاجه واحده بس. برضه على معلومه تانية. مش بيدونا 5 ايام دراسه ويومين اجازه. المفروض بقى حلين. يا اما يعملوا 5 زي ال5 يا اما يعملوا اليومين مدرسه وال5 ايام. انا هقول لك حسبي الله ونعم الوكيل.